السلام عليكم، الزرف الله ونهار جديد. نتمنى فيه الجميع وحده تتفرج لفيديو تاعي السعاده الابديه والصحه. جميع وحده تقرا ربي ينجحها، واللي خدامه ربي يعينها، وجميع وحده التي في روحها وجامي اذت غيرها نتمنى لك رضا الله والرسول الكريم. وحتى اللي دخلت قناتي وحطت لي جيم وابوني وايضا درت لي البارتاج، روح يا بنيتي نتمنى لك بلاصه في الجنات العليا، اللهم امين اجمعين. راح نبداو بسم الله وبالصلاه والسلام على رسول الله. في بالي يا البنات كامل تحبوا سباغيتي ولا المقارون، ولكن هذا الطريقه غير، بهذا الطريقه تجي قراف بنينه سهله وبالخف توجد. دونك حبوباتي في مقلاة ولا مرميطة، ومن الأحسن ما تلصقش، راح نحط كمية معتبرة من الزيت على خاطر الكمية اللي عندي تاع لي زانغريديون فوا دو. بعدين راح نحط قطع اللحم اللي تقدري تستغني عليها، لأني وبكل صراحة في العادة راني ما نحطش. راح نقليهم جيدا حتى وين يتبخر الماء اللي يطلقوا اللحم تاعنا ويكون هكذا بهذا اللون اللي يشهي. راح نضيف كمية البصل، اذا كنتوا لاحظتوا كنت طحنتو خشين، ولا ما توفرش عندك الاشوار قطعوه مكعبات الصغار خلاص يا البنات، رقيق ياسر. بعد اللي تقلى وتغير اللون نتاعه للاصفر، هنا وين يطلق الحلاوه تاعه راح نضيف مغرفه كبيره تاع الطماطم تتقلى معاه، وهنا راح يتعدل ذوق الحموضه بيان سور. انتوما حطوا مغرفه صغيره برك، اكم عرفتوا باللي راني دايره كميه كبيره. انا راح نتبل ايضا بالملح، فلفل كحل، كمون، ثوم بودره، فلفل احمر هكذايا. وايضا نحط حبه جامبو، ما نقولكمش اختياريه بيسك الوصفه نتاعي انا نحط فيها حبه جامبو، الله غالب، واللي ما يحبش تقدري تستغني عليها حبوبتي هكذا يا البنات. ونزيد لها رشه نتاع الزعتر، هنا حكتها لي اختي البطبوطه شكرا حبوبتي. وشويه ثوم، بالرغم من اني استعملت شويه من الثوم بودره. راح نخلط كامل هذه المكونات ديما على نار قليله ياسر. سر البنه انك تقلي الماكله تاعك على نار قليله، وكل حاجه راح تاخذ وقتها في التقليه. حبوباتي هنايا راح نضيف ورقات نتاع الرند كما راكم تشوفوا، وايضا نحط 3 حبات متوسطين تاع الزروديه، كنت طحنتها نفس البصل، خشونه البصل، سينو ربيها بلا راب الخشينه عادي. شوفوا حبوباتي كيف ما المكونات كامل ذبالو هنايا. وفي هذه المرحله كما راكم تشوفوا، بعد اللي نخلط كامل المكونات نتاعي راح نضيف الطماطم اللي هي اكثر من كميه البصل بقليل. دايما الطماطم حطي اكثر من الكميه نتاع البصل اللي حطيتيها. تتقلى شويه برك، وبعدين راح نمرق بكاس ماء، وانتوما تمرقوا بنص كاس، يعني كي ديروا نتوما نصف الكميه اللي درتها انايا ديروا نص كاس تاع الماء، لانه حبوباتي هنا كامل المكونات طابت نص طياب وربع، معناتها ربع اللي بقى باه تتجمر المرميطه برك على بيها، باه تبقى بنينه، ما نكثرش الماء نهائيا يا البنات. اما سباغيتي او اي معجنات يا البنات انا طيبتهم في الماء والملح والرند قيس 5 دقائق، وطفي النار وخليهم يزيدوا في هذاك الماء السخون 2 دقائق ونحيهم. كنت تخليهم يطيبوا ياسر حتى يتحرحروا
راح يتعجنوا وما يجيوكش يا البنات بنان. هذا تنسر من اسرار تاع بنة لي بات كيما كانت نوعيتهم. دونك حبوباتي تجمرت لاصوص نتاعي طابت وتجمرت، والمقطع اللي خلطت فيه سباغيتي تاعي راح لي دوماج، ولكن هذه هي النتيجه مشخشخه بلاصوص يا البنات، فريمون خرجت بنينه قراب بنينه. وهذا هو غدايا تاع اليوم. درت هاد سباغيتي مع ان سلطه خفيفه وبطاطا مقليه بيان سور والحار بزيت الزيتون. دونك شهيتكم في الجنه مراتي، وفي الاخير الحمد لله على دوام النعمه والصحه والعافيه، والى الملتقى.